السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. معكم غزلان من قناه شيوات غزلان ناديري. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكيكه اللي عامله ضجه على مواقع التواصل، اللي هي كيكه بذوقين، ذوق الفانيلا والكاكاو. اذا بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وكيف العاده الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد. فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج لجوج ديال البيضات، 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده، 6 ديال المعالق ديال الزيت، 6 ديال المعالق ديال الحليب، 6 ديال المعالق ديال الدقيق، وغنحتاج الخماره وكيس من الفانيلا. ناخذ اناء وغادي ندير فيه البيض وغادي نضيف ليه السنيده. غادي نخلط هاد المكونات بجوج، ومن بعد ما حصلنا على خليط بهذا الشكل هذا غادي نضيف الزيت ونضيف كذلك الحليب ونعاود نخلط هاد المكونات. غادي نضيف الكيس ديال الفانيلا وغادي نبدا نضيف الدقيق اللي خلطت مع الخماره، نبدا نضيف فيهم بالتدريج. حصلنا على خليط بهذا الشكل هذا. خذ مول مدهون بالزبده وبالدقيق وغادي نصب فيه الخليط ديالي وغادي ندخلوها للفران اللي ديجا مسخن على 180 درجه، ندخلوها الطيب ونحضروا الكيك بالكاكاو. غادي نحتاجوا لجوج البيضات، 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده، 6 ديال المعالق ديال الزيت، 6 ديال المعالق ديال الحليب، 4 المعالق ديال الدقيق. هنا غادي نديروا جوج ديال الكاكاو. في الكيكه الاولى درنا 6 المعالق، دابا غنديروا 4 وغنديروا معهم جوج معالق كبار ديال الكاكاو. وهنا غنحتاج الخماره وكيس من الفانيلا وكيف قلت لكم جوج الاكياس من الكاكاو. ناخذ اناء وغادي ندير فيه البيض وغادي نضيف ليه السنيده، غادي نضيف الكيس ديال الفانيلا وهنا بعد ما خلطت الكاكاو والدقيق والخماره غادي نبدا نخلط حتى نكمل الكميه كامله ديال الدقيق والكاكاو اللي عندي. انا حصلت على خليط بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ مول اللي ديجا دهنت بالزبده ورشيت الدقيق، غادي نصب فيه الخليط ديالي وهنا غندخلو الفران اللي ديجا مسخن على 180 درجه، ندخلوه حتى يطيب ونتلاقاو. وهنا بعد ما طابنا الكيك ديالنا كنخليوه حتى يبرد وكنحيدوا ليه الفوق ديالو كيف ما كتشوفوا في الفيديو.
نقسموه على جوج، وبالنسبه لهاد الطريقه نفسها غادي نديروها بالنسبه للكيك ديال الفانيلا. وهنا كيف كتلاحظوا هذا الطبقه الاولى اللي حيدنا من الكيك بالفانيلا والكيك بالكاكاو كنفرتوها وكنخليوها على جنب حتى نزينوا بها في الاخير. تناخذوا الطبق اللي غادي نقدموا فيه، كنديروا الطبقه الاولى من الكيك ديال الكاكاو وتنسقيها بالسيرو اللي ديجا حضرت فيه 2 كيسان ديال الماء مع كاس ديال السكر سنيده وساشيه ديال الفانيلا، وكنخليوه فوق النار حتى كيبدا يعقد. المقادير كاملين غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. اذا كيف قلت لكم هذا السيرو غادي نسقي به الطبقه الاولى ديال الكيك بالكاكاو، وهنا كندير طبقه من الكريمه. كنعتذر البنات ما سجلتش بالتفصيل باش ما يجينيش الفيديو طويل بزاف. بالنسبه للكريمه انا كناخذ اولالا كنديرها في الباتور، ديجا هي حلوه، كنديرها في الباتور حتى كتعطيني كريم شانتيي، هي اللي غادا ندير طبقه ديالها دابا. كنعتذر مره اخرى، وكيف قلت لكم المقادير كاملين غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. تنسرح طبقه من الكريمه، انا ما كنبغيش الكريم تكون بزاف، درت طبقه رقيقه كيف ما كتشوفوا في الفيديو، وغادي ندير فوق منها طبقه ديال الكيك بالفانيلا. غادي نسقيها بالسيرو حتى هي، وغادي ندير طبقه رقيقه فوق منها من الكريمه، وكنعاود ندير طبقه من كيك ديال الكاكاو كذلك بنفس الطريقه كنسقيها وكندير فوق منها طبقه ديال الكريمه. وفي الطبقه الاخيره كناخذ الكيك اللي بقات ليا اللي هي الكيك ديال الفانيلا، كنسقيها قبل ما كنحطها حيت كنحطها على ظهرها، يعني كنسقيها كيف ما كتشوفوا وكنقلبها وكنحطها فوق الكريمه، وكنغطي ليها الوجه ديالها والجوانب بالكريمه، كنحاول نقادها مزيان. وهنا بعد ما قاديت الكيك ديالي كنقطعها كيف ما كتشوفوا، كنحاول نقطعها على جوج ونقطعها على 4 وكنقطعها على 8، يعني كيولي عندي 8 ديال المثلثات. كناخذ بابي الومنيوم وكنتنيه بهذا الشكل هذا، كيجيني على شكل شريط، يعني كنتنيه 2 أو 3 المرات وكنتنيه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الصوره. غادي نتنيه على جوج وغادي ناخذ القنت ديالو وغادي نحطو في المركز ديال الدائره. غادي نقلبها رياضيات معكم. عندنا الدائره، اذا المركز ديالها كنحط فيه القنت ديال الالومنيوم وكنقادو على حساب المثلث، وكنعمر مثلث بهذاك الكيك اللي فتتناه في الاول. كنعمر واحد بكيك بالفانيلا، والكيك الثاني المثلث الثاني عفوا كنعمرو بالكيك كسروا عليا الكيك. والمثلث الثاني غندير فيه الكيك بالكاكاو.
وبالنسبه للكيك اللي فتتنا اللي بقى لينا كنخلطهم بجوجهم وكنديرهم على الجوانب ديال الكيك. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كتجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كتجي مثلثات، مثلث بالفانيلا ومثلث بالكاكاو. اذا نقسموها من الداخل ونشوفوا كيفاش كتجي. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل كيف ما كتشوفوا، طبقات، طبقه ديال الكيك ديال الفانيلا، طبقات ديال الكريمه، وكذلك طبقات ديال الكيك ديال الكاكاو. نتمنى تجربوا هاد الكيك، كتجي غزاله وكتجي لذيذه بزاف، كتجي مشربه داك السيرو. اذا نتمنى تجربوها وتردوا عليا. وكيف العاده الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو لاحق بحول الله. السلام عليكم.